السلام عليكم أساطير اتش دي أكشن. أبطال فيلمنا النهاردة هم اتنين ما يعرفوش معنى الخوف ومتعطشين دايما لاستخدام السلاح وبيشتغلوا مع رجال العصابات على أمل إنهم يوصلوا لأهدافهم، بس المشاكل بتبدأ تظهر لهم واحدة ورا التانية لحد ما بيواجهوا المشكلة الأكبر. وبيبدأ فيلمنا النهاردة في الهند اللي كانت متقسمة بين اتنين من زعماء العصابات اللي مش بيطيقوا بعض، وهما أوجار والكابتن اللي كان معاهم دكتوراه في الأعمال الغير مشروعة وبيشتغلوا في كل حاجة سواء كانت مخدرات أو سلاح. ورغم إنهم كانوا أصدقاء في البداية إلا إن حصل بينهم خلاف وقرر كل واحد فيهم يبقى مسؤول عن منطقة معينة. أوجار يتعامل في منطقة البنجاب والكابتن بياخد منطقة هاريانا، بس بيفضلوا في صراع مع بعض بسبب منطقة شانديجار والاتنين عايزين يسيطروا عليها لحد ما بيجي اليوم وبيدخل أوجار السجن، وبكده الطريق هيبقى مفتوح للكابتن علشان يسيطر على شانديجار. لكن مش الكابتن لوحده اللي عايز يسيطر عليها، وفي أكتر من شخص كمان، والكل مستني يوم الحكم النهائي على أوجار ويتأكدوا إنه مش هيخرج من السجن تاني. في الوقت ده بيكون واحد اسمه سيكاندر عند المحامي اللي سجن أوجار وبيطلب منه يتأكد إنه مش هيخرج تاني مهما حصل. فبيعرفوا المحامي إن الكل خايف يشهد ضد أوجار ومحتاجين دليل قوي علشان يفضل في السجن. فبيقول له سيكاندر إنه هيدور على دليل وهيرجع له تاني. في نفس المدينة بيكون في اتنين صحاب مع بعض دايما وهم كاكا وبراد اللي سابوا قريتهم وهم صغيرين وبقوا بيعملوا شغل العصابات، وبيطلعوا يطاردوا واحد ويضربوه علشان ياخدوا منه فلوس، وبيبقى الاتنين دول زي المرتزقة كده. أي حد عايز يعمل عمل غير مشروع بيكلمهم وهم بيتولوا الموضوع بمنتهى السهولة، وده بسبب شجاعتهم وتعطشهم للدم. وأثناء ما كان براد في الكلية وبيشوف واحد وزمايله بيرخموا على طالب غلبان، بيقرر يقوم يضربه قدام الكل بكل سهولة ومحدش بيقدر يكلمه. وتاني يوم بيجيب الشاب ده صحابه بيروحوا علشان يضربوا براد، لكن بيشوفهم كاكا وبينضم ليهم في القتال بكل شجاعة، وبيقدروا الاتنين سوا انهم يقضوا على الخطر اللي جاي من الشباب دول وبيعلموهم الدرس. في نفس الوقت بيبقى في واحد عامل نفسه شرطي وبيوقف مجموعة شباب وبياخد منهم فلوس هو والرجالة اللي معاه، وبنعرف ان الشخص ده اسمه جاجاي واللي بيكون بيحب الرشوة زي عينيه وبيشتغل لصالح أوجار. وبتجيله مكالمة من أوجار بيطلب فيها انه يقابله، وعلى طول بيروح يزور أوجار في السجن وبيستقبله المساعد بتاع بام. بعدها بيقعد مع أوجار اللي بيعرفه ان في صفقة هتتم في المدينة النهاردة لشنطة معينة جاية لسيكاندر، والمطلوب من جاجاي ورجالته انهم ياخدوا الشنطة دي ويجيبوها لأوجار بأي طريقة. في نفس الوقت اللي بيكون فيه سيكاندر عند المحامي وبيعرفه ان في ملف مهم هيجيله بيدين أوجار وهيخليه يتحبس طول حياته، خصوصا ان سيكاندر بيحمل الضغينة لأوجار لانه قتل والده زمان. وفي الليل بيروح جاجاي وواحد صاحبه عند سيكاندر في البيت وبيربطوه في الكرسي وبياخدوا الحقيبة اللي فيها الملف، ولما بيتعصب سيكاندر وبيشتم جاجاي بيضربوا الراجل اللي معاه طلقة في رجله علشان ما يعملش كده تاني، وبيسيبوه مربوط وبيمشوا. بس وأثناء ما هم في الطريق بيلاقوا اتنين ضباط على موتوسيكل بيطاردوهم، فبيوقفوا العربية وبينزل جاجاي يهرب بسرعة وبيروح علشان يقابل جيتا اللي تابع أوجار ويديله الحقيبة، لكنه بيلاقي جيتا قالع ومربوط وقدامه كاكا وبراد وبيهددوا كاكا بالسلاح علشان ياخد الحقيبة، فبيرمي عليه الحقيبة وبيطلع يجري بسرعة قبل ما يقتلوه. وبيرجع جاجاي البيت وبيبقى متضايق بسبب اللي حصل معاه وما بيبقاش عارف يقول ايه لأوجار. المصيبة كمان انه بيشوف في التلفزيون ان سيكاندر اتقتل وما بيبقاش عارف مين اللي قتله، وبيتصل بيه أوجار فبيعرفه انه ساب الشنطة ونجا بحياته، لكن أوجار بيقول له ان حياته لسه في خطر لانه هيقتله لو ما جاش بالحقيبة دي. في نفس الوقت بيروح كاكا وبراد لواحد اسمه إقبال وده شغال تبع الكابتن، لكنهم بيتفاجئوا ان الحقيبة فاضية ومفيش فيها حاجة. فبيقول له كاكا ان في خلال 24 ساعة هيجيبوا له الملف وبياخدوا منه سلاح وبيمشوا. وفي الاسم المفتش بيجيب الشرطي كارما وبيسأله عن اللي حصل لسيكاندر وانه اتقتل ومحدش يعرف مين اللي قتله، وبيطلب منه في خلال 24 ساعة يعرف ايه الموضوع وينظف المدينة من الجرائم اللي بتحصل فيها علشان يبقى فيه 3 جبهات شغالين في نفس الوقت على جريمة واحدة. وتاني يوم بيصحى براد من النوم بيلاقي جاجاي قدامه وبيهدده بالسلاح وبياخد الحقيبة، بس قبل ما بيقتله بتجيله مكالمة فيديو من صاحبه اللي سايبه في البيت وكاكا عنده وضربه بشكل عنيف، وبيطلب منه يجيب براد لعنده لو عايز صاحبه عايش. في نفس الوقت اللي بيعرف فيه كارما ان عربية سيكاندر اختفت واكيد اللي قتله هو اللي اخدها، فبيطلب من رجالته انهم يدوروا على العربية لحد ما يلاقوها. وبيوصل جاجاي عند كاكا والاتنين بيسألوا بعض عن الملف ومحدش فاهم حاجة،
فبتقوم بينهم معركة كبيرة لحد ما بيلاقي جاجاي فلوس كتير في عربية سيكاندر ومعاهم الملف، لكنه ما بيلحقش يعمل حاجة لأن كاكا بيضرب النار على صاحبه وبياخد العربية وبيهرب مع براد. وبيرجع جاجاي للبيت علشان يعالج صاحبه، بيوقف كل حاجة لحد ما يتأكد انه كويس لانه دخل في غيبوبة. كل ده وأوجار قاعد في السجن على أعصابه لأن الملف لو اتقدم للقاضي هيفضل في السجن باقي عمره. وتاني يوم بيتحرك كاكا وبراد علشان يسلموا الملف الإقبال، بس كاكا بيروح يشتري مخدرات الأول من عند واحدة بيحبها جدا لكنها ما بتهتمش بيه ولا حتى بتبصله. وبيروحوا بعدها عند إقبال وبيسلموه الملف، لكنه بيسألهم عن الفلوس اللي كانت في العربية وبيفضل يشتم فيهم. وهنا بيتعصب براد وبيطلع المسدس وبيقتله في الحال. ولما بيحاول المساعد بتاعه انه يعمل حاجة، كاكا بيقتله فورا وبياخدوا الملف وبيمشوا. وبيروح كومار يقابل بام اللي بيطلب منه يدور على كاكا وبراد ويجيب منهم الملف، خصوصا بعد فشل جاجاي انه يجيب الملف. وبيحكي الأوجار اللي حصل معاه وان صاحبه اتصاب كمان، وبيأكد له انه هيقتل الاتنين دول ويجيب له الملف في اسرع وقت. فبيديه أوجار فلوس علشان يعالج صاحبه ويسيبه يمشي. وبيوصل الكابتن عند إقبال وبيقول لرجالته ان اللي قتلوا إقبال اكيد معاهم الملف وبيطلبوا منهم يدوروا على اللي عمل كده. وده بيحصل تحت انظار كومار اللي بيتصل بأوجار وبيعرفه اللي حصل، وبيأكد له ان معرفش يقتل الكابتن علشان الشرطة، لكنه هيدور على كاكا وبراد ويجيبهم. بعدها بيوصل الكابتن وأتباعه عند كاكا وبراد والكل بيستعد لإطلاق النار، لكن الكابتن بيظهر قدامهم وبيطلب من رجالته ينزلوا السلاح ويقعد يتكلم معاهم. وبيسألهم عن الملف، فبيقول له إنهم سلموه لجاجاي اللي قتل إقبال، فبيعرض عليهم إنهم يجيبوا الملف مقابل الفلوس. لكن براد بيقول له إنهم لو جابوا الملف عايزين ياخدوا مكان إقبال ويحكموا المنطقة بتاعته. براد بيفكر بره الصندوق وعايز يكبر أكتر وأكتر، فبيوافق الكابتن بس يجيبوا الملف الأول. وبيتعب صاحب جاجاي جدا وما بيبقوش عارفين يعملوا معاه حاجة لحد ما الدكتورة اللي جايبينها بتعرفهم انه خلاص مات. في نفس الوقت اللي براد بيتكلم مع كاكا وبيتفقوا انهم هيقتلوا جاجاي، بيشوفهم واحد من الشرطة اللي بيقدر يتعرف على العربية وبيبلغ كومار علشان يتحرك بسرعة وراهم. وبيفضلوا يطردوهم لحد ما بيحصروهم، وبياخد كومار العربية. وبيودوا كاكا وبراد عند أوجار في السجن واللي بيسألهم عن الملف، فبيقول له كاكا انهم سلموه لحد تاني لكنه بيتعصب وبيطلب من بام انه يخلص عليهم. بس هنا كاكا بيقول له انه بيقدر يجيب له الملف، وبعدين هو خطفهم وجابهم هنا بسهولة كبيرة، يعني لو خلفوا وعدهم معاه يقدر يعمل فيهم اللي هو عايزه. وساعتها بيوافق أوجار انه يسيبهم يمشوا رغم عدم موافقة المساعد بام. وبعد ما بيمشوا بيتصل بام على جاجاي علشان يقول له على المهمة الجديدة. وبيروح براد البيت وهو متضايق لانهم فقدوا العربية اللي كان فيها الفلوس والملف ومش عارفين هيعملوا ايه مع أوجار. فبيفاجئوا كاكا بصندوق الفلوس والملف، وبيعرفوا ان اول ما شاف الحاجة في العربية نقلها على طول للصندوق ده علشان تبقى في امان، وبكده هم لسه الطرف الاقوى في الموضوع. وبيقعدوا بعدها يفكروا هيعملوا ايه، هيسلموا الملف للكابتن ولا الأوجار. وبيبقى كاكا مرجح انهم يتعاونوا مع أوجار لانه يقدر يقتلهم بسهولة، بس براد عايز يتعاون مع الكابتن وياخد مكان إقبال افضل. وبيفتحوا الملف وبيلاقوا فيه جرائم كتير جدا عملها أوجار وكلها مثبوتة بالأدلة والصور. وهنا بيتأكدوا ان الملف ده خطير فعلا ولازم يلعبوا اللعبة بذكاء وإلا الاتنين هيتقتلوا. في نفس الوقت أوجار بيبقى قاعد خايف لأن المحاكمة بكرة ولسه مفيش رد من كاكا وبراد، فبيقول له بام إنه هيبعت وراهم جاجاي علشان يعرف اللي حصل. بس جاجاي في الوقت ده بيبقى بيدفن صاحبه وهو حزين، وبيتوعد كاكا وبراد وبيقول إنه لازم يقتلهم. وبيروح كاكا وبراد عند حبيبة كاكا علشان يشتروا منها سلاح يساعدهم في اللي عايزين يعملوه. في نفس الوقت اللي بام بيقول لجاجاي إنه هيديه كل السلاح اللي هو عايزه علشان يتخلص من كاكا وبراد ويجيب الملف. وبيروح كاكا وبراد يسلموا الملف للكابتن بعد ما قرروا خلاص، لكن المفاجأة إن الكابتن بيطلب منهم عمل إضافي علشان يسلمهم شغل إقبال يبقى بتاعهم. وبام بيقول لأوجار إنه يقدر يهربه لو المحكمة حكمت عليه وخدت الملف، لكن أوجار بيقول له إنه مش عايز يسيب البلد اللي بنى فيها كل حاجة، خصوصاً إنه عايز يسيطر على الهند بالكامل. فبيتصل بام على كومار علشان يساعدهم، لكنه بيبقى عايز اللي يساعده أصلاً لأن المفتش بيجيبه وبيسأله عن العربية واللي عمله امبارح وهو بينكر. فبيطلع له فيديو متصور فيه وهو بيقبض على كاكا وبراد لكن ما جابهمش للاسم، وبيطلب منه يتعاون مع الشرطة لأنه شرطي وإلا هيتم معاقبته. فبيوعده كومار إنه هيجيب له الاتنين دول بأسرع وقت. وبيروح كاكا وبراد عند بيت المفتش علشان يسلموه الملف زي ما طلب منهم الكابتن، لكنه ما بيبقاش في البيت وبيفضلوا مستنيين
مستنيينه لحد ما يرجع. في نفس الوقت اللي جاجاي وجيتا وواحد كمان مستنيين في العربية عند نفس البيت، وأول ما بينزل جاجاي بيخرج كاكا مسدسه وبيجهز علشان يقتله، لكن جيتا بيطلع وبيبقى معاه قناصة وبيهددهم هو كمان، بس محدش فيهم بيقدر يعمل حاجة لأن الشرطة حواليهم في كل مكان. وبيروح كاكا وبراد يقفوا مع الحارس عند البيت علشان يقدروا يهربوا من جاجاي واللي معاه. وبيروح كاكا يسرق عربية من واحد وبياخدها وبيمشي وبيخبط بيها جيتا وبيقتله وبياخد القناصة منه كمان، وبيسيب جنبه الحقيبة اللي فيها الملف. وبيجي يوم المحاكمة وبيجمع الكابتن أكبر زعماء العصابة علشان يعرفهم إنه هيسجن أوجار خلاص، وبعد كده لازم يبقوا تحت أمره هو وبس. في نفس الوقت اللي بيطمن فيه بام أوجار إن الملف خلاص مع جاجاي وهياخد براءة النهاردة. وبالفعل الملف ما بيوصلش للمحكمة وبيتم الحكم ببراءة أوجار. وأول ما بيسمع الكابتن باللي حصل بيتصدم وبيطلب من رجالته يستعدوا لأنه كده هيموت من أوجار أكيد. وبيخرج أوجار وسط تحية كبيرة من رجالته وبيركب العربية مع جاجاي وهو معاه الشنطة. بس هنا بيتصل كاكا على أوجار وبيعرفه إن الشنطة اللي معاه فاضية، وفعلا بيفتح جاجاي الشنطة وبيلاقي الملف مختفي منها علشان يبقى كاكا خد الملف لنفسه بحيث لو حصل حاجة يبقى معاه دليل إدانة لأوجار اللي بيتوعده بالقتل. وبيروح براد عند الكابتن اللي بيفضل يزعق معاه بسبب إنه ما قدمش الملف للمفتش زي ما طلب منه. وبيلاحظ كومار الخطة اللي كان عاملها الاتنين عندهم على الحيطة والناس اللي مخططين لقتلهم. وبالفعل أول واحد بيبقى الكابتن اللي بيقتله براد بكذا طلقة وبيسيبه وبيمشي، والتاني بيبقى أوجار. وبالفعل بيبقى كاكا مستخبي بالقناصة وبيضرب النار على أوجار وبيقتله. وهنا بيخاف كومار لما بيعرف إنه مات فعلا، خصوصا إن اللي عليه الدور يموت هو كومار نفسه. وبنعرف إن كاكا وبراد من البداية بيخططوا إنهم يتخلصوا من كل دول وهم المسيطرين على البلد، وكمان هم اللي قتلوا سكاندر بعد ما مشي جاجاي من عنده، لأنهم من البداية خالص وهم عايزين يكبروا أكتر وأكتر ويحكموا العالم كله. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة يا أسطورة. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD أكشن.